هذا البرنامج موجه لمشاهدينا الأعزاء في كوكب المريخ الشقيق، وأي تشابه بين كائنات المريخ وبعض وجوه البؤس عندنا مجرد صدفة تقنية لا غير. يا سكان الأرض قيلونا المريخ يليق بنا. برحمة الوالدين يا مسائي تاع الحكومة وانتم اللي تحكموا في البلاد، حنا على بالنا بلي راكم دايرين فينا بليزير، راكم خلينا نعيشوا عندكم، هذه تاعكم الارض، نتوما ولادكم. برحمة الوالدين راهو قتلونا وصاي، انا خايف واحد يقتل روحه يخاف من ربي وصاي. لا مكان راه هذاك الشيء الهواري عينا والله، لا عينا والله العظيم بزاف، ما تحشموش، ما شبعتوش دراهم. انا واحد من الناس راني حاط الكور تاعي كومبلي للبيع 4 مليار. طرام تحط فيه دوسي لك عارف، سوناطراك لك عارف، وين تروح لك عارف، حتى كي تبغي تخدم في كاباري لك تعرف سي بينيكو ولا شابه ورده، ما كانش ما بزاف ولا كثرتو. قتلونا غير واحد راه حشمه باش يقتل روحه، كي دينا الاستقلال كنا 9 ملايين، دابا كاين 20 مليون تاع مجاهدين، انا ما فهمت والو. ما تحشموش، ما شبعتوش، انا واحد من الناس راني حاط الكور نتاعي كامل للبيع. أصعب بل أوجع لحظات القهر وأعمقها إيلاما أن تضحك من شدة بكائك على نفسك، على وطنك، على غدك الذي سلبوه منك باسم أنهم هم الوطن. شاب بل صورة مصغرة عن جيل كسروه من الداخل، جيل لم يتردد في أن يقول على لسان هذا الفتى المحطم من أعماقه: على بالنا البلاد نتاعكم، تاع وليداتكم. بالصح بزاف بزاف تحشموا شوية. في الحقيقة أمثال هذا الفتى هم اللي لازم يتحشموا. الدولة لم تمنعه من أنه يبيع الكور نتاعو ونتاع خاوته حتى نتاع جيرانه. لكل مواطن الحق في أن يبيع ما شاء من جسده، لا أحد، لا قانون يمنعك أخي المواطن، أختي المواطنة، من أن تبيع بعضك أو كلك. تقدر تبيع كليتك، كبدتك، قلبك، دير تأويل عمرك ومستقبلك. القانون لا يعاقب البائعين لأعضائهم. صدقا أصعب وأوجع وأقصى حطام يمكن أن يعيشه أي جيل أن يغتالوا داخله وطنه. وللأسف هذا الفتى هذا قتلوه من الداخل. صورة مصغرة عن جزائر هشموها، أدموها، غربوها داخل أنفاس مواطنيها. قال الطبيب مبشرا عائلة المريض: الحمد لله العملية نجحت والمريض مات. ذلك حالنا بالمختزل المفيد. حتى العمل في الكباريهات لازم له معرفة مع الشابة وردة أو الشاب عبده. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في عدد جديد من برنامج عمر راسك. عمر راسك يا ولدي، فإنك في بلاد يقول ويؤكد ويصر كباره من ذوي الشأن العظيم اللي ما يحشموش على أنه بخير، والأصح على أنهم بخير رغم كيد الكائدين والحاقدين والحاسدين لبلد وصله إلى مرحلة الموس وصل العظم باعتراف وزيره الأول، ورغم ذلك ما زالنا واقفين وما يحشموش. هل بلغكم يا سادة الموس وصل العظم أن اليأس في زمنكم أصبحت له سكاكين تمزق الأجساد في الشارع، والسبب رغيف خبز؟ لا خدمة لا والو، معقول اني خدمة خبز صعب بطني امهم. مش عايش انا معقولين، لا ندوروا على الخدمة بلا ندوروا على التعية، اعطونا الخدمة، اعطونا الخدمة وخلاص. انا مرتي مريضة يا رب العالمين، مرتي مريضة عاوز دير لك حتى كونسير في الوالدة يا رب العالمين. معليش مرتي والله بني والله اختي والله كذا عاوز يصابطيني اياه، اقسم بالله يقنفني روحي والله ثاني. حين يتمدد اليأس ليصبح سكينا يمزق الأجساد في الشارع بكل برودة أعصاب، نفهم أن العملية نجحت والمريض والأصح الوطن مات. مدير الموارد والتضامن المالي المحلي في وزارة الداخلية محمد فراري: قروض للأميار لفتح قاعات سينما ومراكز تجارية وأسواق. جميلة حكاية قروض لفتح قاعات سينما، حل سحري لنقل مشاهد تقطيع الأجساد من الشارع إلى قاعات السينما. هاي الهضر الزينة، هاي الاقتراحات المليحة. واحد عريان قال له واحد أعطيني حاجة نستر بها روحي، عطاله كرافات
كيف يمكن أن نشرح مواقفا صورا انهيارا كهذا في بلد أفلحت حكومته وحكامه الميامين في توزيع اليأس بالعدل بالتساوي على جميع مواطنيه؟ الأكثر عدلا وبؤسا من ذلك أنه حتى الحيوانات تاعو حيوانات الوطن لم تسلم فطالتها وطالها عدل ومساواة. كلنا في البؤس، في الطوفان، في الطاعون، في الحمى القلاعية وطن واقف، الأصح وقف على البعض. أعين حساد السويد العظيمة تصيب أغنام القوى الإقليمية العظمى في مقتل نورمال جات غير على الغنماء. أكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة قدور الهاشمي أن مصالح الوزارة تعكف على تقديم موعد استلام اللقاحات الخاصة بوباء الحمى القلاعية. ما عندناش الدولة ما عندناش، رانا النار راهي تشعل فينا وهما ما طفاوهاش. واش استناو درك حنا نديرو؟ حب نروح نحرق روحي او سهل والله نحرق. كثر خيركم عزيتوني صح قبلت العزة تاعكم. كمش العيد نساوه مات خلاص، كمش العيد مات خلاص. نحو من الذي يستاء باش لا تعيد بوبيش منها وجايته وليداتك هذه قانسه راهي كاش حويتات يعودوا يخرجوا من البحر ويعملوها. الوباء تسبب في هلاك 10,000 رأس ماشية علوي. الحمى القلاعية والطاعون يضربان 28 ولاية، وطوارئ بسبب تأخر اللقاح. بوعزقي يحاضر في الكونغرس في الأمريكان يا جدك، يعني في الوقت اللي البلاد عايشة نكبة فلاحية بوعزقي هذا راح يرعى في الأمريكان باش يقنع ترامب باللي الجزائر العظيمة قادرة تحلب عتروس وقادرة تنوض القمح بلا ماء ولا مطر كما قالها وزير الجامعات نتاع نوبل ما نحتاجوهاش ذات اكتشاف علمي. لكن الله يا أغنام وطني فالمصائب كما الخيبات تأتي مجتمعة غير متفرقة. سبحان الله، الكل في بلاد الأغنام أوطاني يعيش طاعونه وردة الفعل. عجوز في 80 من العمر يقبل تعازيكم في أغنامه في رزقه في قطيعه المباد، لكنه بالمقابل لا يتردد ولم يتردد وهو في هذه السن على القسم يأسا مما تبقى من أيامه بأنه رايح يحرق روحه. عادي، لست الأول ولا الأخير يا أبتي من يحرق نفسه. بلد شبابه يحرقوا في البحر وشيوخه يهددون بحرق أنفسهم بالنار ونورمال. برنامج الحريق نجح بامتياز، شكر الله سعيكم. المضحك المبكي في الطاعون المتفشي نكتة هذا البدوي الصاخر اللي قال لهم العيد الجاي يا قوم حكومة تجيبوا لنا كبش بقرونو اذبحوا الحوت. العيد الجاي جيبوا لهم حوت بقرونو. والله لعبت. على ذكر الأعياد وبعيدا عن نظرية المؤامرة الأجنبية التي تريد أن تسود الوضع بتحريض الشباب على تمزيق جسده في الشارع، الجزائر أحيت عيدا من نوع خاص. الجزائر تصالحت مع تاريخها، هكذا قالوا روجوا ورقصوا في عيد يناير. ظهر أنه عظيم وقديم وراقص أيضا. جميل أن تكون كل أيامنا أعياد، جميل بل واجب علينا أن نبحث عن وبين أوراق التاريخ، أن نستنطق الصخور الكهوف الجبال وحتى الآبار والبحار بحثا عن موروثنا الثقافي وعن جذورنا الممتدة بين دهاليز القرون. جميل أن نجمع كل ما يرمز لنا لنثبت للعالم أننا الأقدم فوق كوكب الأرض وحتى في كوكب عطارد وزحل. جميل أن نبحث عن حضارتنا.
القديمة، سواء دلت عليها شجرة أو حجرة أو جرة. لكن ما هو غير منطقي وما ليس جميلا، بل ما هو أقرب إلى العيب والعبث والإهانة لهذه الأرض بكل مكوناتها، جذورها، تاريخها الزاخر، أن أرتدي زيا غير زيي، وأن أجعل من التاريخ رقصة رومانية أو شيشناقية التفرع لأقول هذا أنا، فيضحك التاريخ مني. مظاهر الاحتفال بيناير لهذا العام قدمتها مصالح بلدية الجزائر الوسطى وكأنها احتفال بعيد روماني أو عيد وثني، أزياء ومركبات رومانية، مجسمات غريبة، جلود حيوانات، لباس من خيش. هل هذه هي الجزائر؟ هل هذا هو موروث أمة لا زال نفنبرها ببيان ثورتها الساطع يدل عليها؟ هل هذه هي؟ شيشناق لا علاقة له برمسيس مصر ولا بنا. يناير رقصة فلاحية رومانية المنشأ والتقويم، والمتحدث ليس أنا وليس عامة الناس، ولكن أهل الاختصاص من باحثين ومؤرخين رفضوا مجاملة الأسطورة إرضاء لأي خرافة عابرة للسنين. فلا شيشناق ولد في جرجرة أو الأوراس أو في القصبة، ولا يناير تقويم يخص الزمن، ولكنه عيد لموروث فلاحي من زمن الرومان. الغريب في المهزلة أن تكتشف تلفزة الحكومة أن شيشناق جدنا الأكبر، جد الجزائر الأول، وتروج للششنقة التاريخية والرقص والخيال. أغلب الظن أن التساليت هي مسقط رأس الملك شيشناق الذي يحتفل الجزائريون كل عام بذكرى انتصاره على الفرعون رمسيس الثاني. شيشناق ما عاش في عهد رمسيس. الذاكرة الشعبية تتصور أن شيشناق كان في الجزائر، في الأوراس ولا في قسنطينة ولا في تلمسان، ثم أعد جيشا عرمرما واتجه به إلى مصر وانتصر على. هذا خطأ. هذا شيشناق أولا هو شخصية فرعونية. تاريخيا ليس هناك علاقة بين شيشناق والتقويم الفلاحي. شيشناق ما راحش من الجي سونتر فوق العود لحق المصر وفتح مصر، ما راحش من بلاد قبايل ولا من الجي ولا من شلف ولحق تما بدا يقطع الرسان وفتح ولا غزا ولا كيما سا سي فو. صح سا سي فو. ولو انه الكلمه تاع يناير هذه جايه من يانياروس اللي مأخوذة مباشرة من الرزنامة الرومانية قبل جول سيزار. الشعوب والأمم عبر التاريخ تؤسس تاريخها على الأسطورة، لكن فيه أسطورة جميلة وفيه أساطير بائخة. حين يعترف مدير المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم الأمازيغية بأن يناير موروث روماني، حين يؤكد الباحث الدكتور أرزقي أفراد وهو من هو تعصب لانتمائه بأن يناير تقويم فلاحي وشيشناق مواطن فرعوني لا علاقة له بتلمسان ولا بالأوراس ولا بالقسنطينة، وبالضرورة لا علاقة له بجرجرة، وأنه لم يتقاطع زمنيا أي شيشناق مع أي رمسيس لأن بينهما قرون. وحين يصدح بها الدكتور محمد لمين بالغيث ويكشف زيف الششنقة ويقترح على مروجيها اختراع أسطورة أكثر مذغا أكثر قابلية، وحين تسخر الباحثة لويزا قليز من أسطورة شيشناق العجيبة، نتساءل ببراءة من روج لششنقة تاريخ الجزائر في العام الفارط ليستعير من الحضارة الفرعونية جدا لأمازيغ هم أكثر امتدادا وشرفا من الفراعنة ومن الرومان. صدقا يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله به عدوه، والتاريخ إذا لم يحصن من التسييس ولعبة القبيلة سوف يمسخ الحاضر والمستقبل معا. فتاة من العاصمة صادفت في طريقها بالعاصمة أوبوليوس روماني، فدخلت معه في جدل حول عيده ولباسه وماذا يزرع هنا. اسمح لي، هاد لسه سانت اوغستا ولا شكون؟ أبوليوس. تبروف بلي يناير موروث روماني، ما هوني أمازيغينا عربي شمال إفريقي ورثنا على الرومان. يناير ما هوني عربيني أمازيغي موروث روماني، بصح كنا نحتفلوا به كامل كسنة فلاحية. لو كان شبابنا عنده ثقافة ما يشاركش في هذه المهزلة. هنالك علامات ومحطات فارقة في الحياة، إما أن تجهر بها وتقولها في وجه السلطان، وإلا فإنه سيكتب أنك شاهد زور على حاضر يزيف أمامك باسم الماضي البعيد.
دون أن تحرك ساكنا ولا لسانا. الأمازيغ حكاية حضارة وإنسان حر وأبي، وليسوا رقصة في ساحة البريد المركزي أو مسرحية في مدرسة مغبرة أصبح فيها للماء رب غير الله يسمى أنظار، هو رب الماء، أنظار دوم النعماء. ناهيك، وهذا هو الأخطر، ركن الحج فعل وثني ورثه الرسول صلوات الله عليه وسلم من أبا جهل مثلا، كما قالها أحدهم. هل الحج إلى بيت الله هل حرام أم حلال؟ باش نقول لك نعرف مليح الموضوع هذا. يعني ما زالت العادات الوثنية اللي كانت يعني تقول كان عادة وثنية من قبل، كان عادة وثنية. الكعبة وش فيها؟ فيها الحجر الأسود، يعني عادة وثنية ما فيها حتى. للأسف هذا ما انتهينا إليه، انتهينا إلى القاع. المطر أصبحت له آلهة تدرس باسم الثقافة والتاريخ والانفتاح الموجه. وركن الحج في عرف مدير المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم الأمازيغية كان فعلا وثنيا، وكل ذلك حتى يبرر أمثال هذا المدير لأنظار ربوبيته على الماء. النتيجة، مقومات هذا البلد من دين ولغة وتاريخ وانتماء أصبحوا هدفا مستباحا للمغامرين في حقل الساسة والسياسة. والمهم فيما آل إليه المسخ والرضع من العصور الغابرة أن شجرة الخرافة التي أريد لها أن تغطي غابة من الإفلاس السياسي والرسمي أتت ثمارها وأكلها وحتى ذبحها، فبعد أن جعلوا من التاريخ رقصة ورومان وربا يدعى أنظار، فإن الأكثر وقعا ودجلا أن يتحول والي بومرداس إلى ذباح، فيما فاخر رئيس دائرة بالجلفة بحمضه النووي النقي عكس الآخرين. الديانة نتاعي أمازيغي 100%، لأنني مولود في منطقة لم تتعرض أبدا للاختلاط لا من الرومان. آخر حجرة تاع الرومان في ولاية الجلفة راهي في مسعد، وفي منطقتنا بعيدة عليا 8 كيلومتر. لا أظن أن الرومان لحقوا القبيلة تاعي، وبالتالي راني نفتخر جدا جدا جدا. رئيس دائرة معاقب جغرافيا يطعن منطقة عريقة ضاربة أطنابها في التاريخ كما وكيفا، يطعنها بشرفها ونورمال. فأنت في زمن المسخ وزمن الحمضيات والأحماض النووية يا مولاي. قوم الخلاط أوصلوا البلاد إلى التقاذف بالأحماض النووية لإثبات نسب بلد ولد مع بيان نوفمبره، لكن بعضا منه من تجار السياسة ومن قناصي الفرص أرادوه شيعا وقبائلا وزمرا. وحين يصل الأمر برئيس دائرة يمثل السلطة لهذا القاع من الابتذال والسفه، فإن على الدولة سلام. السؤال المعلق، في فائدة من تتحول الجزائر إلى دشرة تتقاذف لحمتها الوطنية، أنسابها وأحماضها النووية؟ ما الهدف من هذه الطبخة المشبوهة لتفتيت لحمة الوطن مرة يوم حل الفيس محل الرب ليحاسب الناس، ومرة أخرى باسم تاريخ الأحماض النووية ومحاولة البعض في أن يكونوا مواطنين من درجة أولى فيما غيرهم درجة سفلى؟ الجهوية تضرب أطنابها، ومن رمى بلغم شيشناق الفرعوني شق بعصاه بدلا من بحر نجاة. لحمة وطن أصبح عرضة للتعصب المقيت، وكل بنسبهم يفاخرون. للأسف هذه هي الحقيقة. العملية نجحت والمريض مات. نخرج الآن من مسلسل صراع التاريخ وما تششنق فيه من أساطير وخرافات وصلت للأديان، ونحط الرحال فلكيا إلى مسخ، إلى سبيطار فلكي آخر، حيث الجنون كما المسخ فنون. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لبناطيرو، ماذا تريد يا بناطيرو؟
جمعية الدكتور قسوم التي لم تقل كلمة واحدة في شيشناق وفي أنظار رب الماء وفي اعتبار الحج من الطقوس الوثنية الموروثة، تجرأت أخيرا وسألت بوناطيرو عالم الفلك العظيم: وش راك تحوس؟ أي مليح على الأقل تحركوا، عندهم صوت. طيلة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة عاشها بتقويم خاطئ، كانوا يصوموا في أشهر خاطئة، هذه باعتراف التاريخ يعني لا هروب منه يعني. قبل مدة للإخوان وارد عندنا أن الشمس عرضت عليها الولاية فأقرت فبقيت مزهرة، القمر تردد، بعث الله تعالى إليه جبرائيل فلطمه بجناحه لطمة أذهب بها نورا. بوناطيرو نتاع الزلازل والفيضانات والنجوم والبراكين والأبراج واللي ديما التكزان تاعو يخرج سره، تحول إلى شيخ دين فلكي. وطبعا من يقول على النبي الأكرم صلوات الله عليه وسلامه أنه كان غالط في توقيت صومه وصلاته فإنه بالضرورة حب يقول لنا أن الوحي كذلك كان غالط. تحشم منها. التفسير الوحيد لحالة الهذيان تاع البروفيسور أن أنظار رب الماء أسدل نعمتها على بوناطيرو فكشف له أسرار الفيضانات والأيام والأشهر وتعدادها، ثم كشف له أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه والصحابة والوحي غالطين في توقيت الصلاة. الرب أنظار هذا خلط الجزائر كاملة. العالم الفلكي البروفيسور لود بوناطيرو عدد أيام الأسبوع 6 بالدليل. الرسول عاش بتوقيت خاطئ وصححه 3 أشهر قبل وفاته. يرحم والديكم. اللي يقول لك الأسبوع فيه 6 أيام يعني 6 تساوي 7، كيفاش تهضر معاه؟ علاش ما تزوروش بوناطيرو هذا وتدوه الكاش طالب ولا تدوه للشيخ شميسو يرقيه؟ من خرافة شيشناق إلى أنزار دوم النعمة والماء وصولا إلى الطعن في النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه، فإن العملية نجحت، لكن المريض الذي قد يكون وطنا أو تاريخا أو دينا مات. الدليل أنه حتى مطربة لاكوب دوموند نتاع أفريقيا فل عبابسة دورتها أذان وزيد سربية مول الدار. أقرأ لكم الأذان تاعنا بالطريقة الجزائرية. يعني كنت معاهم في لاكوب تاع دافريك تاع الألمان، ومن هناك بدأت القصة. الله أكبر الله أكبر. طبعا في زمن أنظار رب الماء وربما رب الزيت كذلك، كيفاش ما توليش فل عبابسة هذه مؤذنة ولما لا داعية تهدي الناس لطريق لاكوب دو موند نتاع افريقيا واسيا. الواد كيجي يجيب كلش، وكاتب سيناريو تمييع كل ثوابت ومقومات هذا البلد نجح في انتاج فيلم سينمائي عابث لم يستثني حتى الاذان. على ذكر السينما وبلادة ممثليها، هل تعلمون أن محمد عيسى وزير الشؤون الدينية ظهر أنه يعرف صوت سيدنا بلال بن رباح مليح، وممكن كان بيناتهم معرفة قديمة. اختيار ذاك النمط كان بسبب أن الشريط كان موجودا وميسورا أمام التقنيين، ولأن الشاب شعيب، احنا نقولوا شاب لأنه عرفناه شابا أنه فات 40، عنده صوت جهوري، صوت ندي يشبه إلى حد كبير صوت بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، ولذلك اخترناه. لا ما تنسوا ما على باليش علاش راني مصدق أن وزير الشؤون الدينية يعرف صوت سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، يعرفه جيدا بعيدا عن فيلم الرسالة. محمد عيسى ضحية سوء فهم تصريحاته. البلاد اللي تجيب شيشناق من غياهب التاريخ الفرعوني وتقول هذا نتاعنا وجدنا، والبلاد اللي تخرج رب نتاعنا من عام الرومان، والبلاد اللي يولي فيها 6 يساوي 7 وفق نظرية بوناطيرو، والبلاد اللي تولي فيها فل مؤذنة وتشارك في لاكوب دو موند نتاع افريقيا، ممكن جدا تكون صنعت سفينة سفر عبر الزمن تنتقل من عصر إلى عصر، مرة تجيب شيشناق، مرة تجيب رب، مرة تجيب صوت بلال، عادي. جات غير على محمد عيسى يعرف صوت سيدنا بلال، ورا مشكلة.
ما عليه من بكري يحب أفلام الأكشن ويحب السينما، حتى أنه شوهد يوما وهو يقتل أسراب من الذباب الإلكتروني الذي حاول التسلل لسفينة السفر الزمنية، وذلك بالضغط فقط. أعطيك مثالا، في السجال الأخير عندما ظهرت وأخذت بعض النقابات مواقع في بلاطوها التلفزيون وبدأت حدة في الكلام، فتحت النقاش على مستوى صفحتي فلاحظت هجوم ليس من أخلاق الأيم. هناك ذباب إلكتروني يحوم حول وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ودعني أقول لك بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يعرف مهندس هذا الذباب الإلكتروني. يا جدك هبلونا بهذا السبيطار الكبير، إذا ما قتلونا بالقنطة يقتلونا بالضحى. والمهم وفي آخر هذه الفقرة، حيث لا زالت الرحلات عبر الزمن مستمرة، هل بلغكم حكاية شركس اللي زاد شركس لها جد باباها؟ وأهلا بكم في بلاد شركيس. اخرج ما نخرجش، طير ما نطيرش. شركس اسمع يا شركس، اقسم بالله غير تخرج والا تحاق بالقران. بعثوني هما نهار الاول في راسها مخها هو مخي. انا مديت العهد كي دخلت فيها تخرج ميت اقسم بالله غير تخرج. انا قلت للرقاد قبل اللي قدر لي هنيئا له، اللي قدر لي هنيئا له. بغض النظر على أن الحكاية شركوسية بحتة وفيها تشركيس بزاف، صح معليش، إذا ما جاء الشركس في الوقت وقتاش يجي؟ ما أنا مقتنع به في هذه الشركسة أن شميسو لو كان قال شركس باللي راهو في الجزائر لما احتاج لأن يرقي مريضته. من نروحوا شريكس أو شركس يروح يقول له راهي إليكم والطريق على البحر، روح يا الجزائر بسلامة وروح يا شريكس أو شركس بسلامة. إلى الفقرة الموالية. يحكى أنه في زمن مضى. يحكى أنه في زمن مضى. يحكى أن الثعالب والضباع تخاصموا يوما على بقايا طعام الأسد، ليتطور الخلاف البسيط حول الأحق منهما بالمائدة المكرمة إلى حقد فعداء، ثم حالة استنفار قصوى أعلن فيها كل طرف تعبئته لجنده وعتاده وحلفائه. وبعد أن حشدت الحشود وتحول الأمر إلى معارك ضارية سقطت فيها أرواح وتطايرت فيها رؤوس، تدخل مجلس الغابة للفصل بين الطرفين، وبدأت المفاوضات للوصول إلى حل يرضي المتخاصمين ويحفظ دماء الجيشين. وبعد مفاوضات عدة وقع الطرفان اتفاقية تم بموجبها فض الاشتباكات وحقن الدماء وإرساء صلح دائم بين الإخوة الأعداء، وقد أرضت بنود الاتفاقية غرور كل طرف. بالموازاة مع ذلك تم تشكيل لجنة من حيوانات محايدة لإحصاء عدد القتلى والأسرى على الجبهتين والجهتين، وذلك بهدف إقرار تعويضات لتكون النتيجة المفاجأة وربما الصدمة أن الضحايا في الجهتين لم يكونوا إلا الأرانب. التاريخ لا تكتبه الأرانب ولكن يكتب بتيجان السلاطين ويرصع، والأرانب وفي أي زمن وفي أي حرب كانت تدفع فاتورة صراع السلاطين. فرفقا يا معشر الضباع والذئاب والثعالب بما تبقى من أرانب. للفقرة الموالية إلى قالوا وقلنا. فقرة قالوا وقلنا، أو اكتب حتى نراك، اكتب حتى نراك. بوعزقي الذي هلل له البعض بسبب صورة أظهرته جالسا على الأرض وهو يستمع إلى الموالين في ولاية الجلفة باهتمام شديد، مبديا أسفه على ما عانوه من خسائر، أخذ طائرته وسافر رفقة رجال الأعمال وفي مقدمتهم علي حداد للاستماع إلى الخبراء الأمريكيين في مجال تربية الحيوانات. قادة بن عمار الشروق اليومي. المشكلة يا أستاذ قادة بن عمار ليست في بوعزقي كوزير، ولكن في المسؤولية كمفهوم عام في مرعى هذه السويدة العظيمة. وسفر الرجل إلى أمريكا أو إلى القمر جزء من سفر سلطة كثيرا ما لعبت دورا نعاما حينما تحاصرها المشاكل. الرأس في الرمل والذيل مكشوف، والوقت
كفيل بحل كل المشاكل. تعتقد السلطة أن بتكليفها الوصاية الدينية إصدار فتوى تحرم الحرقة تكون قد رمت بملف الحراقة إلى حضن الدين، فتريح ضميرها وتؤنب ضمير من يركبون زوارق الموت، وعوضه أن تتحمل هي المسؤولية كاملة تحملها للآخرين بمباركة دينية رسمية، فيشعر هؤلاء بالذنب وتشعر هي بالارتياح. فتيحة بروينة، جريدة الحياة. للأسف يا أستاذ بروينة، حتى هذا الخيار فشلت فيه السلطة، والسبب أن المنابر أفرغت من سلطتها الروحية، فالإمام لم يعد إلا موظف. أكبر نجاح يمكن أن ينجزه أن يحافظ على أحذية المصلين بمسجده، والله المستعان. مبادرة حمص لم يتحقق لها الالتفاف، مما أدى برئيسها إلى التصريح بأن حركته لن تتوقف على تقديم المبادرات واقتراح الحلول من أجل مصلحة البلاد. مختار بروينة، جريدة صوت الأحرار. مشكلة الإسلاميين عموما يا أستاذ مختار لم تكن في كثرة المبادرات أو قلتها، ولكن في لعبهم دور بواب الجنة، حيث مبادرة الدكتور حمص عبد الرزاق مقري مثلا تحولت قبل أن تردم في خطابات الرجل، تحولت في خطابات الرجل إلى تنزيل. طبعا خونا مقري، وبمجرد أن تخلت عنه الجهة التي صفقت له ونفخته راح يتهم الفضاء بإفشال التنزيل. المبادرة الوحيدة الثابتة في يومية البلد أنه الجميع يدور على صوالحه، كي بولحية كي خوه غير اللي ما بنتلوش. هذه هي الحقيقة. فيسبوكيا أو كتبوا على جدرانهم الافتراضية، هذا على فرض أن هنالك جدران افتراضية، تكتب حرف أتخلصوا. علماء المصريات قدموا وصفا دقيقا للشيشناق هو كالتالي: طوله 166 سنتيم، رأسه ضخم على جسده الصغير، عينه اليمنى أعلى من اليسرى، كسور في عموده الفقري، كان أدرد أي سقطت أسنانه، أشعث الشعر، أغبر الوجه، وحبوا يلصقوه في عين الفكرون. بوبكير عبد العزيز. مسكينة عين الفكرون يا أستاذ بوبكير، والأكثر منها مسكنا أن الخرافة ومهما طفت لن تتجاوز سرعتها سرعة الفكرون أو السلحفات، فالتاريخ لا تكتبه الأساطير ولا الأحجيات، ولكن توثقه الشواهد بعين الفكرون أو بعين الفيل أو الغزال، لا يهم. الثابت والمتغير في معركة كسر العظام والسيناريوهات التي رسمت على مدار الأشهر الأخيرة هو استبعاد الشعب كصانع قرار. أحمد حفصي. حين تتصارع الفيلة يا أستاذ حفصي فإنه لا قرار ولا إرادة للعشب أو الشعب. طبعا بجزائر الفيلة لا تكلم الناس عن القرار ولكن عن الفرار، فما في بئر عياش مثلا يكفينا. تصوروا أكثر من 30 شركة نفطية دولية في الجزائر ولم نشاهد لها ومضة إشهارية يوما في قنواتنا التلفزيونية. أكثر من هذا لم تقدم هذه الشركات ولو مرة على سبيل المثال هبة أو هدية كمرفق شباني، مسبح أو ملعب سورية أبو عمامة. ملاحظة في العمق، لكن يا أستاذة سورية أبو عمامة، إذا كان صاحب البيت كريما جدا وزيد لها مده الواد وهو يقول محلى برودو، فكيف نتوقع من الغريب أن يتبرع ويتطوع من ذاته؟ المال السايب يعلم السرقة عندنا، ويعلم البخل عند الشركات البترولية الدولية. إلى الفقرة الموالية إلى خاتمتها سيرك. خاتمتها سيرك، والسيرك كما نعلم فنون وجنون ومجون أحيانا. سيرك هذا العدد ندخله من كادنة تربوية، حيث على طريقة موالين الكادنة البرلمانية التي أطاحت بالمجاهد بوحجة في وقت سابق، قام بعض المحتجين في بسكرة باستعمال لغة الكادنة ضد مديرية التربية. لكن الكادنة إذا لم تجد لها مناصرا فإنها لن تنجح. المهم كادناوها، والمدير لا زال في مكانه، عكس الشيخ بوحجة الذي شوهد مؤخرا وهو يغني صاعدا للجبل: أنا والكادنة لقطة في النوار. المهم رانا لا باس، رغم أن نهاية هذا الكوكب إذا ما استمر الحال على ما هو عليه ستكون على يد جزائري
كما هذا بكل ثقة: جر أنبوبة غاز البوتان شعار صاحبنا، والتي سنطأ أكثر من عشية العيد. بالنسبة للعيد وإحقاقا للحق، فإن الإعلامي الكبير نتاع فرسان القرآن وخاتم سليمان واللغة العربية شارك في احتفالية يناير بهذه الصورة: راية صفراء فاقع تسيسها. المهم سي سليمان بخليلي توفرت فيه شروط الاستوزار ليس فقط للتربية ولكن للثقافة والدفاع أيضا، فهو مدافع جيد عن هويته. الغريب أنه ليس وحده، فحتى هذا بولحية منتصب القامة ووراءه ليست الراية الوطنية ولكن راية موازية هجينة. أزمتنا ليست أزمة هوية ولكن أزمة ثبات على الموقف. المهم يوما ما سيبزغ النور، وكذا الكهرباء ستضيء، ولا يهم طريقة الصعود إلى العمود الكهربائي. بلاد الغاز وتريسيتي أوطاني آخر السيرك. بعد 43 عام من الغربة عاد من أمريكا إلى توغورت، وكانت أول محطة قصدها مدرسته وطاولته القديمة. جلس بهذه الجلابة البدوية وكأنه طفل. طبعا لا أحد عرف أو يعرف من هو. إنه العالم بالقاسم حبة الذي خلف وراءه في أمريكا 1700 براءة اختراع. جلس على مقعده بثانوية الأمير عبد القادر بتوغورت قبل 43 سنة. كان هنا، كان طفلا. للأسف في زمن ريفكا وشارلومونتي الكل والعلماء بالذات يمرون في صمت، حتى هذه البنية التي تكافح وتدرس في نفس الوقت. الجيل القادم إلى عدد قادم بإذن الله.